في كلمة سر كده، كلمة بيستخدمها كل المخترعين والناس الجامدة عشان يحولوا أي فكرة في خيالهم مهما كانت غريبة لحاجة حقيقية نقدر نشوفها ونمسكها. يلا بينا نعرف إيه هي الكلمة دي وإزاي ممكن تخلي أي فكرة عندنا تتحول لحقيقة. طيب، لو حد شاف المنظر ده، إيه أول حاجة هتيجي في باله؟ يعني الأغلبية العظمى هتقول دي ورقة مكرمشة ملهاش لازمة ومكانها الطبيعي سلة الزبالة، صح؟ لكن أسبي بقى عند المخترع الموضوع مختلف تماماً. الورقة دي مش زبالة خالص، دي ممكن جداً تكون أول شكل لأعظم فكرة في العالم. دي النسخة اللي ليها اسم سري مهم جداً. الكلمة دي هي بروتوتايب، ودي مش مجرد كلمة عادية، لأ، دي تعتبر أداة سرية بيستخدمها أذكى المهندسين في العالم في أماكن زي جوجل وناسا. البروتوتايب بكل بساطة كده هو أول نسخة بتطلع من أي فكرة، بس معمولة لهدف واحد بس، الاختبار، مش للبيع خالص. وعشان الكلمة ما تتنسيش أبداً، تعالوا نفصصها. بروتو جاء من كلمة معناها الأول، وتايب معناها نموذج أو شكل. يعني لما نلزقهم في بعض تبقى إيه؟ أول نموذج. بسيطة خالص أهي. طيب، ايه الفرق الجوهري بين البروتوتايب ده والمنتج النهائي اللي بنشوفه في المحلات؟ بصوا، المنتج النهائي ده لازم يبقى مثالي مفهوش غلطة عشان يتباع، وتصنيعه بياخد وقت وفلوس كتير. اما بقى البروتوتايب ده البطل بتاعنا، مش مهم خالص شكله حلو ولا وحش، ببهدل مش مبهدل عادي، لانه بيتعمل بسرعة وبأرخص طريقة ممكنة عشان يجاوب على سؤال واحد بس: هل الفكرة دي اصلا شغالة ولا اي كلام؟ وعشان نفهم أهمية الاختبار ده كويس، تعالوا نسمع حكاية كيكة البطيخ. حكاية هتورينا إزاي نوفر وقت وفلوس، والأهم نحمي نفسنا من طعم ممكن يكون كارثي. تخيلوا معايا كده إن حد جات له فكرة عبقرية وقال هعمل كيكة بالبطيخ والجبنة. لو مشي بالطريقة الغلط هيعمل إيه؟ هينزل يشتري أغلى المكونات ويقضي اليوم بحاله في المطبخ يخبز ويزوق ويعمل أكبر وأفخم كيكة ممكنة، وفي الآخر خالص بعد كل التعب والمصاريف دي تيجي لحظة الحقيقة ويدوق ويكتشف إن الطعم كارثة. كارثة بمعنى الكلمة، والنتيجة كل الفلوس وكل المجهود وكل الوقت راحوا في الأرض. طيب، الطريقة الصح بقى، طريقة البروتوتايب، بتقول إيه؟ بتقول لأ، استنى. قبل كل ده نعمل اختبار صغير قوي. نجيب معلقة جبنة على حتة بطيخ في كوباية صغيرة ونخلطهم وندوق. وهو ده بالظبط معنى البروتوتايب، هو الاختبار الصغير ده. الكوبايات الصغيرة دي هي اللي بتخلينا نجرب الفكرة ونعرف إذا كانت تستاهل نكمل فيها ولا لأ، قبل ما نضيع أي وقت أو فلوس. والحكاية البسيطة دي بتوصلنا لواحدة من أهم القواعد في عالم الاختراع كله، القاعدة الذهبية اللي بتقول: القاعدة الذهبية بتقول البروتوتايب بتاعك مش لازم يكون تحفة فنية، المهم بس إنه يكون شغال، يكون بيأدي الغرض اللي اتعمل علشانه، وهو إنه يختبر الفكرة. إحنا مش بنعمل حاجة عشان نعرضها في متحف، إحنا بنعمل حاجة عشان نتأكد إن الفكرة منطقية. والمثال ده بيوضح الفكرة بشكل عبقري. لو بنعمل تصميم عربية جديدة، تفتكروا مين في دول يعتبر البروتوتايب؟ العربية الفراري ولا العربية الكرتون؟ أكيد طبعا العربية الكرتون. ليه؟ لأنها بتختبر فكرة اتعملت بسرعة وبلزق، ولو اتكسرت مش مشكلة، هي معمولة عشان نتعلم منها مش عشان نبيعها. والموضوع ده مش مجرد كلام نظري وخلاص، يعني صدق أو لا تصدق، حتى واحد من أهم وأشهر المنتجات في تاريخ البشرية بدأ كنموذج بسيط وخام جدا. أول بروتوتايب للآيفون ما كانش تليفون شغال أصلا، كان عبارة عن قطعة خشب. أيوة والله، قطعة خشب ملزوق عليها ورقة والزراير مرسوم عليها بقلم. طب ليه كل ده؟ الهدف الوحيد منه كان إن المهندسين يمسكوه في إيديهم ويشوفوا هل حجمه كده مناسب ومريح في الإيد ولا لأ، بس كده. تخيلوا. تمام؟ إيه رأيكم بقى في تحدي سريع كده عشان نتأكد إن الفكرة وصلت؟ تمام؟ لو في حد عايز يخترع نظارة للرؤية الليلية، تفتكروا إيه المفروض يكون أول بروتوتايب يعمله؟ لازم نفكر بعقلية المخترع. عندنا اختيارين. الأول، نروح لمصنع ونصرف ملايين عشان نعمل نظارة حديد متينة وعدساتها مثالية. التاني، نجيب أي نظارة سباحة قديمة ونلزق عليها كشاف صغير بسلوتيب. يا ترى إيه الاختيار الأذكى كبروتوتايب؟ بالظبط كده، أكيد طبعا نظارة السباحة. مش مهم خالص إن شكلها ممكن يكون بيضحك أو غريب، المهم إن الهدف اتحقق. قدرنا نختبر الفكرة الأساسية بأبسط وأسرع وأرخص طريقة ممكنة. ودلوقتي جه الدور عليكم. الأفكار مش كفاية تفضل في دماغنا، لازم نخرجها للنور، نرسمها على ورق، نبنيها بكرتون ولزق، ونفتكر دايما عادي جدا إن شكلها هيكون مبهدل في الأول، ده الطبيعي. وفي الآخر خلوا الجملة دي في بالكم دايما: أول خطوة لأي فكرة عظيمة مش إنها تكون مثالية وكاملة، لا، أول خطوة إنها تكون حقيقية، إنها تخرج للواقع حتى لو كانت مجرد ورقة مكرمشة.